السلام عليكم، أنا ياسمين أحمد. هكلمكم النهاردة عن المذاكرة. خلينا بس متفقين إن البداية محتاجة تشجيع، لكن الاستمرار محتاج إرادة. بس الحلو في الموضوع إن لما بتستمر والاستمرار ده بيتحول لعادة، هتلاقي نفسك بتشتغل أوتوماتيك ومش هتحتاج غير طاقة تشحن بيها نفسك كل فترة، مش تشحن بيها نفسك كل ما تيجي تبدأ مذاكرة. في 3 حاجات أنت هتعملهم و3 حاجات أنا هعملهم. اول حاجة لازم 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 تعرف دوافعك واهدافك وتعلقها قدامك على الحيطة وتحفظها صم، ان شاء الله حتى تحطها في ورقة وتعلقها على. طيب، تاني حاجة لازم تبطل اعذار، لازم تبطل كلام سلبي عن نفسك، ويا سلام لو بدلته بكلام ايجابي. تالت حاجة قبل وبعد ومع اللي احنا قلناه او هنقوله، هي انك تستعين بالله، لان مهما عملت بدون توفيق ربنا وكرمه مش هتتحرك خطوة واحدة بس للنجاح. انت هتعمل كل دول، انا بقى هعمل ايه؟ انا هقول لك طريقتي في المذاكره، وخصوصا ان كنت اكتر حد بيكره المذاكره وماليش تقل عليها ولا زلت يعني، واكتر حد مطالبه بالمذاكره بما اني في كليه الطب. اول حاجه بصلي الفجر وبقرا قران صفحه مثلا، وبعدين اقول دعاء المذاكره وابدا اذاكر. انا مش هنا بقول لك بجبرك انك تصحى الفجر، انت ممكن تصحى الظهر، انت ممكن تسهر طول الليل. انا بقول لك انا بعمل عاده روتين ان انا في الوقت ده لما اكون عايزه اذاكر او لما اصحى في الوقت ده انا متعوده اذاكر، بسهل لنفسي عاده المذاكره اللي انا قلتها قبل كده او هقولها تاني. تمام؟ فانت ليك طريقتك اعملها، مفيش مشكله، مش بقول لك التزم بالوقت ده، ولو ان المذاكره في الفجر طبعا كلكم عارفين فوائدها ايه. تمام؟ بجيب حاجتي كلها علشان ما تلككش. بجيب ورق المذاكره، الالوان اللي هكتب بيها، ستيكي نوتس، وفنجان القهوه، وازازه الميه عشان مفيش اي حاجه خالص تقومني. وبذاكر بطريقه البومودورو، لو متعرفهاش يعني بتذاكر حوالي 25 دقيقه وبتاخد 5 دقايق بريك. انا بذاكر عن نفسي 30 دقيقه واخد 10 دقايق بريك. المهم ان هو انت بتحاول تجزء، عارف بفكره فرق تسد، اللي هو انت بتجزء الكتاب او بتجزء المذاكره علشان ايه؟ نفسك تتفتح عليها وكده يعني. تمام؟ انا اللي بيساعدني على كده بصراحه ما فيش اي ابلكيشن بومودورو ساعدني، ولا ساعدني على كده الابلكيشن بتاع الفورست اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات. لان هو طبعا بيساعدك انت ما تخرجش منه خالص ولا تفتح اي نوتيفيكيشن ولا اي حاجه لمده 30 دقيقه دي، وبعد ما تخلص بتلاقيه هو بيديك المكافاه ان هو يبني لك شجره وجو كده حلو يعني. تمام؟ طيب، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم اكتب وانا بذاكر، كتابتي وانا بذاكر وبعلي صوتي وشايفه اللي انا بذاكره وسامعه صوتي وفاهمه اللي انا بقراه وبكتب، فكاني انا مستعمله كل حواسي في المذاكره، وبالتالي ده بيسهل عليا ان انا افتكر في الامتحان. ولكن لا غنى عن التكرار، لازم تكرر كل اللي انت بتذاكره ده مره واثنين وثلاثه، وكل ما هتكرر اكتر، او بمعنى اصح كل ما هتراجع كل ما هتفتكر اكتر وتوصل لك المعلومه اكتر وتوصل لحاله العمل الاوتوماتيكي اللي انا قلت لك عليه، وساعتها هتبقى فعلا المذاكره عاده وسهله وخفيفه على روحك. تمام؟ تالت حاجه بقى بعملها هي اني بحاول اتعلم انظم وقتي، واتعلم اتخلص من المشتتات. جايز لما بشوف فيديوهات ان تعلمني الحاجات دي ده بياخد مني وقت، بس ده وقت هيفيدني بعدين ان انا احاول انظم نفسي وانجز اكتر. وبجانب ده يعتبر بالنسبه لي جانب ممتع. بجانب ده انا بحاول امتع نفسي. يعني ايه امتع نفسي؟ يعني وانا بذاكر في البريك اجيب لنفسي شوكولاته، اخد لي يوم فري خالص من المذاكره زي يوم خميس مثلا وما ذاكرش فيه خالص. يوم الفري ده ممكن اخرج فيه اروح مكان بحبه او اقعد مع حد من اصحابي. اخر اليوم مثلا بعد ما اخلص المذاكره اللي ورايا، وانا عارفه ان المذاكره ما بتخلص، بس بعد ما اذاكر اللي انا كنت محدده لنفسي، ساعتها بمارس الهوايه اللي انا بحبها. لو تلاحظ هتلاقيني في رقم 1 ركزت على البدايه وانك تعملها عاده، رقم 2 ركزت على طريقتي في المذاكره، رقم 3 ركزت على انك تكافئ نفسك. والتلاتة مهمين جدا جدا جدا. واخيرا كل ده طبعا مش هينفع لو انت مزنوق ليلة امتحان او مزنوق قبل الامتحان باسبوع. لكن مثلا في الزنقات اللي زي دي انا بعمل ايه؟ بشتغل على عقل الباطن وشغل التنميه البشريه، اللي هو ايه؟ مفيش مستحيل، وان العقل ده يقدر يستوعب اي حاجه خصوصا وقت الضغط، وان في دراسات كتير بتقول ان العقل البشري يستوعب بلايين المعلومات، وان انا لو عشت تقريبا 60 سنه ودخلت معلومه في ذهني كل ثانيه مش هكون استهلكت غير ربع مخي بس. فاللي هو الحاجات الكتيره اللي هي ايه، اللي هي معجزات ربنا في المخ يعني، الحاجات دي كلها بتفرق مع الواحد ان هو يقدر يستوعب الكم الكبير ده ليله الامتحان. اكيد مش زي اللي بيذاكر من الاول، بس ايه يعني، اي انفورميشن بس كده هتساعدك ان انت تحل بيها في الامتحان يعني. تمام؟ ده بيساعدني ان انا اتاهل نفسيا للمذاكره، والجا بقى لاني اطبق للصبح، اقرا اي حاجه بسرعه مهمه، اشوف اسئله الامتحانات، اول ان شاء الله هبدا من اول السنه.
اخيرا انا بحب اكتب لنفسي في الكتب بتاعتي موتيفيشنال كوتس، سواء مثلا جايبه من على البنترست او من القران او من الاحاديث. في القران مثلا انا بحب الايه بتاعت ان ليس للانسان الا ما سعى، اللي بحبها جدا. start where you are, use what you have, do what you can. انا بكده خلصت، اتمنى يكون الفيديو فاتكم او عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك كومنت سبسكرايب.